السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا دائما مع فيديوهات الدارة أرسي انتبه معي جيدا. إذن بعدما تناولنا في الفيديو السابق شحن مكثفة خطيا. ما معنى شحن مكثف خطيا؟ انتبه جيدا. معناه باستعمال مولد للتيار الثابت. إذن إن شاء الله في هذا الفيديو سوف نشحن مكثفة باستعمال مولد للتوتر الثابت. معناها مولد التوتر الثابت، التوتر بين طرفيه يكون ثابتا اللي هو هذه قطبان، قطب موجب وقطب سالب. الآن نربط المكثف نتاعنا مع هذا المولد، تشحن المكثفة كما قلنا سابقا. إذا كان هذا موجب موجب موجب، إذن يقوم المولد بسحب الإلكترونات من اللبوس المرتبط بقطبه الموجب ناحية اللبوس، يعني عبر الأسلاك ناحية اللبوس المرتبط بقطبه السالب. انتبه جيدا. إذن يسحب لي الإلكترونات في هذا الطرف حتى لقطبه السالب بكل بساطة. الآن لو رسمنا تطور التوتر بين طرفي المكثفة كيف سوف يكون؟ هل سوف يكون خطيا؟ هل سوف يكون أسيا؟ معناها عبارة عن دالة أسية مثلا كما قلنا في الميكانيك. انتبه جيدا. كثير من التلاميذ يعتقدوا أن البيان سوف يكون أسيا، وهذا خطأ، وخطأ كبير جدا. لماذا؟ لأن الشحن يتوقف عندما تكون سي تساوي يا جماعة انتبه معي. إذا الشحن يتوقف عندما تكون سي تساوي ليعود المجموع هنايا معدوم دائما. إذا سي تساوي هنا جماعة الشحن يكون آنيا. يكون آنيا. ما معنى آنيا؟ معناها التوتر بين طرفي المكثفة. انتبه جيدا. ينطلق من قيمة صفرية، ينطلق من قيمة صفرية مباشرة إلى انتبه جيدا. إذن هنا الشحن يكون آنيا للمكثفة، يعني يكون في لحظة صغيرة وصغيرة جدا. إذا ربطت مكثفة مع مولد للتوتر هنايا يكون الشحن آنيا. هناك خطأ شائع بين التلاميذ أن دور المقاومة هو حماية العناصر. لا، دور المقاومة هو تعديل التيار. إذا جماعة هنا المكثفة كي نديرها مع هذا المولد تشحن آنيا، يعني يصبح التوتر بين طرفيها لحظيا يساوي التوتر بين طرفي المولد. معناها الظاهرة هذه لا جدوى من دراستها، لكن يجب أن ننتبه. في حالة غياب المقاومة يكون الشحن آنيا للمكثفة، أو في حالة المقاومة الصغيرة يكون الشحن، انتبه جيدا، يكون الشحن في مدة صغيرة وصغيرة جدا. معناها كنا ندير مثال آخر ونجيب مقاومة في هذه الحالة. إذا المقاومة جماعة ليس دورها حماية المكثفة، ولكن دورها يا جماعة تعديل التيار وتخلي لي الظاهرة نشوفها بشكل بطيء وباش نقدر ندرس الظاهرة جيدا، يعني تكون عملية الشحن ما تكونش عملية آنية. انتبه جيدا. إذا عندي هذه المكثفة سي والناقل الأومي آر. إذا عندي هنا التوتر، إذا نقول موجب سالب. إذا هذا بطبيعة الحال سوف يكون اي ار. لماذا سوف اي ار؟ لأن شدة التيار الكهربائي هنا سوف تكون في هذا الاتجاه من الموجب إلى السالب اصطلاحا جماعة، وهذه سوف تكون سي. هنا لو أننا رسمنا البيان انتبه جيدا، البيان سوف يكون على هذا الشكل. ما يكونش الشحن آني. وشكون اللي خلالي الشحن ما يكونش آني؟ اللي هي وجود المقاومة R. معناه هنا الشحن سوف يكون أسيا. انتبه حتى تثبت عند حتى يثبت التوتر لإيسي عند إذا الفرق أنني ما نجيبش المقاومة، سوف يكون الشحن آنيا. وإذا قمت بوضع ناقل أومي مع المكثفة اللي نسموها الدارة إرسي، هذه تسمى الدارة إرسي، يعني فيها مقاومة وفيها مكثفة. إذا هنا الشحن بطبيعة الحال لا يكون آنيا، ولكن يكون بالتدرج. فيه مرحلتان، مرحلة انتقالية ومرحلة دائمة أو نظام دائم، نظام انتقالي ونظام دائم. نفرض باللي قيمة R هنا هي 100 أوم. يا جماعة لو أننا أعدنا التجربة ولكن هذه المرة جبنا R تساوي 1000 أوم، انتبه معي جيدا. فراسم الاهتزاز المهبطي، يعني باش ندرس ودرنا الدراسة التجريبية الفيديو موضوع على القناة، نرسم سي. لاحظ جيدا
هذا هو هنا مانيش راح نفوت ولكن الشحن يكون أبطأ، الشحن يكون أبطأ. وش معناها؟ معناها هنايا راح يكون الشحن بطيء جدا، يعني باش نلحق نطول، ولذلك الظاهرة تكون بطيئة. إذا نستنتج أن زمن الشحن يتناسب طردا مع قيمة المقاومة R. إذا جماعة زمن الشحن يتناسب طردا مع قيمة المقاومة R، يعني كلما كانت قيمة المقاومة أكبر كلما كان زمن الشحن أكبر. وإذا كانت في دارة المقاومة لا توجد، في الحقيقة نهمل المقاومة لأن مقاومة الأسلاك تهمل. إذا أهملت المقاومة درت ناقل أومي سوف يكون الشحن آنيا. ولذلك دور المقاومة في الدارة RC ليس هو حماية المكثفة، ولكن دور المقاومة لكي يتسنى لنا مشاهدة الظاهرة بشكل أسي باش ما تكونش الظاهرة أو ما تكونش عملية الشحن آنية، باش ما تكونش الظاهرة أو عملية الشحن آنية. إذن أول استنتاج نستنتجه أن التناسب بين زمن الشحن وآر طردي. وش معناها؟ معناها كلما كانت R أكبر كلما كان زمن الشحن أكبر. وهذه دائما الأسئلة تكون في التمارين يقول لك ماذا تستنتج؟ قارن بين طو وطو فتحة. وماذا تستنتج؟ الاستنتاج دائما حب يقول لك روح توله باللي أنه كلما كانت R أكبر كلما كان زمن الشحن أكبر. بطبيعة الحال كذلك لو أننا غيرنا سعة المكثفة، يعني لو جبنا مكثفة أخرى وسعتها أكبر، وهذا موجود في القناة تجريبيا، لو غيرنا سعة أيضا الزمن يزداد. أيضا ماذا نستنتج أن زمن الشحن يتناسب طرديا مع سعة المكثفة. انتبه جيدا، معناها سي هي سعة المكثفة وآر يتناسب لي طردا مع زمن الشحن بكل بساطة. وهذا ما سوف نبرهنه بالمعادلات الرياضية. ولذلك سوف نكتب المعادلة التفاضلية. جماعة المعادلة التفاضلية لا أكتبها كمعادلتين، ولكنها معادلة تصف لي الظاهرة، يعني راح توصف لي في الظاهرة. وانتبه إلى هذه الأمور، ما تكتبش المعادلة التفاضلية من أجل كتابتها الرياضية، اكتبها باش توصف لك الظاهرة. انتبه جيدا، القوانين اللي راح نستعملها انتبه جيدا. ما دام عندي ناقل أومي معناه ER تساوي R في E، وهذا واضح. ما دام عندي مكثفة فإن الشحنة تساوي C في EC. وما دام عندي مولد للتوتر ثابت فإن التيار يكون متغيرا، يعني الشدة متغيرة. إذن إي هنا دي كي على دي تي وليست كي على تي كما سبق لنا في الفيديو السابق. كنا نشحن في مكثفة بمولد للتيار الثابت، ولذلك درنا كي على تي. هنا نتعامل مع دي كي على دي تي، تغير صبيب الشحن خلال الزمن يسمى شدة متغيرة. انتبه جيدا، معناها هنا رانا نبدا نكتب في المعادلات التفاضليه. القانون الرابع اللي نستعمله تسحقه فقط هنايا هو قانون جمع التوترات، اللي هو يقول لي في دارة مربوطة على التسلسل مغلقة مجموع التوترات معدوم. ما معنى ذلك؟ معناها توتر المولد يا جماعة يساوي ER زائد EC، يساوي ER زائد EC في أي لحظة. إذن إن شاء الله سوف نبدأ بالمعادلات التفاضلية. انتبه جيدا، راح نبدأ بالمعادلة التفاضلية يا جماعة الإيسي. نبدأ المعادلة يعني بدلالة إيسي. جماعة المعادلة التفاضلية لو أردت تعريفها، يعني لو قلت لك عرف لي المعادلة التفاضلية في عالم الرياضيات في عالم التكامل والتفاضل، سوف تقول لي هي تلك المعادلة التي تربط بين الدالة ومشتقاتها. معناها إذا قلت لك عرف لي، هنا نجي فقط ملاحظة، المعادلة التفاضلية. ما هي المعادلة التفاضلية؟ وشكون هي المعادلة التفاضلية؟ هي تلك المعادلة التي تربط لي بين الدالة F ومشتقات F. احنا عندنا المشتقة بالنسبة للزمن، سواء المشتقة الأولى أو المشتقة الثانية إلى غير ذلك. معناها أي معادلة تربط لي بين المشتقات
هي معادلة تفاضلية. انتبه جيدا. إذا قال لي اكتب لي المعادلة التفاضلية بدلالة أوسي وهي معادلة بسيطة، وهذه الحالة تسمى الحالة الصفر، يعني أي تلميذ يجب عليه أن يكون يعرف يجيب المعادلة التفاضلية بكل يعني ما تقولش أنا حققت إنجاز. هذه كما نقول احنا بلمزيتك، يعني بين قوسين لازم تكون تعرف المعادله التفاضليه. يو بسيطه جدا، بسيطه جدا. اذا الجماعه هنا راح نقول من قانون جمع التوترات، من قانون جمع التوترات بكل بساطه. لاحظ معي جيدا، قانون جمع التوترات يقول لي ان يو ار زائد يو سي تساوي بكل بساطه. أعوض إي آر بما يساويها. لاحظ معي جيدا، إذن هي آر في إي، ها هي إي آر تساوي آر في إي زائد يو سي أتركها كما هي. لماذا؟ لأني نحوس على المعادلة التفاضلية بدلالة يو سي، والمعادلة التفاضلية قلنا تربطن بين الدالة ومشتقاتها، معناها نخلي يو سي هي الدالة تساوي الآن يا جماعة إي ماذا تساوي؟ لاحظ معي جيدا، إي ماذا تساوي؟ إذن هي دي كي على دي تي. وكي ماذا تساوي؟ كي ماذا تساوي؟ هي سي يو سي. إذن هي سي يو سي بكل بساطة. فأستنتج من القانونين أن إي تساوي دي في مكان الكي أعوض بسي يو سي على دي تي تساوي سي ثابت يا جماعة يخرج خارج الاشتقاق. إذا تصبح سي دي يو سي على دي تي بكل بساطة. إذا القوانين الأساسية اللي راني نستعمل فيها هي هذه القوانين. وانتبه، ما تحفظ ليش قانون واحد آخر. كاين تلميذ يروح يحفظ العلاقات هذه وهذا خطأ فادح. انتبه، تضييع للوقت. إذا يا جماعة اي تساوي سي دي يو سي على دي تي. نروح نعوض هنا اي بما يساويها، فتصبح لي المعادلة التفاضلية أو المعادلة السابقة على النحو التالي: ار في سي، لاحظ ار في سي دي يو سي على دي تي زائد يو سي تساوي إذن ها هي المعادلة التفاضلية بدلالة الدالة اللي هي يو سي، أو بدلالة التوتر بين طرفي المكثفة. انتبه جيدا. إذن ار سي تساوي دي يو سي على دي تي زائد يو سي. اجمع فقط. لاحظ معي جيدا، دائما لاحظ معي إلى هذه الجزئية، دائما الجزء المضروب في التغير، الجزء المضروب في التغير يمانع ذلك التغير. معناها ار سي مضروبة في دي اي سي على دي تي، فهي تمانع تغير اي سي، لأن دي اي سي على دي تي ماذا يمثل؟ يمثل التغير. التغير فاش؟ في اي سي، لا يمانع اي سي. لاحظ، يجب أن أفرق بين التغير في اي سي واي سي كدالة. إذا المضروب دائما في المشتقة يمانع ذلك التغير، ولذلك كلما كانت قيم R كبيرة أو قيم C كبيرة فإن التغير يكون بطيئا، يعني معدل التغير يكون بطيئا، يعني التغير يكون بطيء. والعكس صحيح، يعني كي تنقص R أو تنقص C فإن معدل التغير سوف يكون كبيرا. ولذلك وجدنا سابقا أن التناسب بين زمن الشحن وآر طردي، يعني كلما زادت آر كلما زاد زمن الشحن، وكلما نقصت آر كلما نقص زمن الشحن. إذا يا جماعة هذا آر سي يمانع تغير التوتر، لا يمنع. انتبه جيدا، لا أقول يمنع ولكن أقول يمانع، معناها التغير يكون بطيئا. ولذلك آر سي تسمى ثابت الزمن للدارة آر سي. إذن آر سي تسمى ثابت الزمن. لماذا آر سي تسمى ثابت الزمن؟ لأنها تمانع التغير. انتبه جيدا. الحاجة الأخرى اللي تقول هذه المعادلة التفاضلية يو سي مهما تغير فسوف يذهب إلى أ، معناها يو سي والله يتغير. هذه المعادلة مهمة جدا. تقول لي أن يو سي راح يروح لنا الأ، وما دام يو سي راح يروح لنا الأ إذن هنا نبدأ يو سي بدأت من الصفر.
كاين كثير من التلاميذ يحفظوا الشروط الابتدائية والنهائية. إذا أوسي سوف يتحول أو يتغير الوين إلى انتبه جيدا. معناه أوسي بدأت لنا من الصفر وسوف تتغير، الأو يعني تروح الأو. التغير من يتحكم فيه الثابت اللي هو الثابت ارسي بكل بساطة. إذن هذه المعادلة التفاضلية بدلالة أوسي وقد شرحناها. الآن نروح للمعادلة التفاضلية بدلالة كي. وشكون هي كي؟ هي الشحنة الكهربائية. انتبه جيدا. إذن نروح للمعادلة التفاضلية بدلالة كيوليتي بنفس الطريقة يا جماعة من قانون جمع التوترات. انتبه جيدا يا جماعة، من قانون جمع التوترات نفس قانون UR زائد UC ماذا تساوي أ. يا جماعة UR حسب قانون أوم هي R في E. أسهل معادلة تفاضلية R في E. UC يا جماعة شكون هي؟ مادام Q تساوي C في UC فإن UC تساوي Q على C. حذاري Q الشحنة على C وتساوي هنا E. لاحظ معي جيدا. ولدينا أن E ماذا يساوي؟ هو دي كي على دي تي. إذا تصبح المعادلة R في دي كي على دي تي زائد كي على سي تساوي أ. هنا أقول بالضرب في سي وانتبه جيدا وما تحفظليش المعادلة التفاضلية نتاع واحد على ار سي ما عندها حتى معنى. إذا نضرب في السي فماذا يصبح؟ إذا ضربت هنايا في السي تصبح هنا يا جماعة ار سي دي كي على دي تي زائد كي نضرب هنا في السي نختزلها مع السي تبقى لي كي واش تساوي الأ مضروبة في السي أ مضروبة في السي. إذا المعادلة التفاضلية هذه إذا كلمتني ماذا سوف تقول لي؟ تقول أن الشحنة تتغير والراهي تتغير، إنها ذاهبة إلى مقدار نسموه أوسي. الشحنة راها رايحة لوحد المقدار نسموه أوسي وتسمى الشحنة الأعظمية. كاين تلاميذ يحفظوها، أنا تقول لي عليها المعادلة التفاضلية ما نحفظهاش. إذا كي ماكس تساوي أو في السي. من يمانع هذا التغير؟ الذي يمانع هذا التغير هو الثابت ارسي. معناها كلما كان هذا الثابت أكبر كلما كان مقدار التغير أصغر. لماذا؟ لأنه مضروب في دي كي على دي تي. يعني لو رسمنا كي بدلالة الزمن، انتبه جيدا، يعني بدلالة الزمن المنحنى منين يبدأ؟ ما دام كي رايحة القيمة أعظمية في بالضرورة بدأ من صفر. التغير لا يكون خطيا. لماذا؟ لأنه عندي تغير مضروب في معامل أو ممانعة التغير اللي هي ارسي اللي نسموها طو، وتذهب مباشرة هنا إلى كي ماكس، حيث كي ماكس هي أوز في سي. شكون اللي قالنا عنها؟ هي المعادلة التفاضلية بكل بساطة. إذا هنا شرحنا المعادلة التفاضلية بدلالة كيوليتي. الآن أذهب إلى المعادلة التفاضلية بدلالة إيليتي بنفس الخطوة من قانون جمع التوترات. وش عندي يا جماعة؟ عندي ER زائد EC تساوي أ. أعوض ER بقيمتها، ER تساوي R في E. لاحظ معي جيدا، R في E زائد أعوض UC بما يساويها. UC قلنا هي Q على C. إذن هي الشحنة Q على C ماذا تساوي أ. هنا ما نقدرش نعوض فأقول بالاشتقاق. هنا وش راح نقول؟ بالاشتقاق، يعني نشتق أطراف هذه المعادلة. كي نشتق R ثابت E متغير، إذن دي E على دي تي زائد واحد على سي دي كي على دي تي، لأن كي دالة واش تساوي أ. ثم أقول بالضرب، لاحظ تساوي صفر. لماذا تساوي صفر؟ لأن أو ثابت مشتقه يساوي الصفر. إذن بالضرب في سي
لماذا ضربت في سي؟ لكي أعرف من هو الذي يمانع التغير. إذا ضربت هنا في سي سأتحصل على ار سي. لاحظ معي جيدا، إذا مضروبة في دي إي على دي تي زائد كي نضرب هنا في السي، السي تروح مع السي تبقى لي دي كي على دي تي. يا جماعة ودي كي على دي تي ما هي إلا إي. لاحظ جيدا، تساوي الصفر في سي تبقى لي صفر. وقد تحصلت على المعادلة التفاضلية. المعادلة تتكلم معايا وش تقول لي؟ تقول لي أن شدة التيار في الأخير راها رايحة القيمة المعدومة، رايحة القيمة معدومة، معناها بدات من قيمة أعظمية. إذا بلا ما نحفظ الشروط الابتدائية من خلال المعادلات التفاضلية سوف أجد هذه الشروط بكل بساطة. من الذي يمانع التغير يا جماعة؟ الذي يمانع التغير هو هذا الثابت، ولذلك يسمى ثابت الزمني للدارة ار سي. إذا رسمت شدة التيار بكل بساطة، ما دام قلت لي المعادلة التفاضلية راها مروحة للصفر، إذا تبدأ التيار من قيمة أعظمية، والقيمة الأعظمية هي إي ماكس، وتتناقص نحو الصفر بكل بساطة. ونفس القضية بالنسبة لإي آر. انتبه جيدا. إذن هذه هي المعادلات التفاضلية، وكيفاش تتكلم معايا هذه المعادلات التفاضلية. إذن وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو إن شاء الله. في فيديو قادم أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.